جامايكا اللي دفعت الصدق وما دارت حتى الحنه مقوده بحال الناس. ايها الحبايب ديالي، ونديروا التحيه ونرجع معكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخوتي العزاز كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ هنيين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده وما ينقصكم حتى شي خير يا رب العالمين. رجعت معكم فيديو جديد وموضوع جديد كما العاده. هاله دايما فاقصه العدو فاقصه العدو. حقا الواد قالوا جامايكا هي اللي عاطيه الصدق. حقا الواد ايوا فهموا تسطاو. حقا الواد ايوا بلال جات معاه القندوره. ايوا بصحتك اخي بلال جات معاك غزاله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زيد وبارك. الله يحفظك من عين البشر. الله يحفظك من عين البشر يا ربي السلامه. ايوا قال لك جامايكا هي اللي عاطيه الصدق. وعدي انا يا وعدي وفهمت تسطى. وقالوا ناس زمان قالوا خطب البنتك لا تخطب لولدك، ولكن ما قالوش اعطي الصداق. اعطي الصداق نولد الناس. قالوا خطب لبنتك لا تخطب لولدك. هذه الناس زمان قالوها، واللي قالوها الاولين ما خلاو للتاليين ما يقولوا. اي والله يهديكم على نفسكم. راضيه حطتكم الفيديو ديال الخطوبه والسيد التكسه ودا الخويتم ديالو وهداه للعروسه ديالو. والله يجيب التيسير، الله يسهل عليهم يا ربي، والله يرزقهم يا ربي بالذريه الصالحه. هادشي اللي كنتمناو لهم. وانتم فين بقيتوا؟ وفين بقيتوا؟ العروسه جامايكا العروسه حميقه حمقتكم. هاد حميقه خرجت عليكم، والسيده مابقاتش كتبان في اليوتيوب. عطاتكم اليوتيوب ولعبوا به، تقعطوا فيه، ديروا لعبوا به، ديروا فيه اللي بغيتوا. وانتم مالكم باقين تابعين السيده؟ ومالكم باقين تابعين السيده؟ الله يهديكم والله يهديكم. راه لاحظتوا بان راضيه حطت الفيديو وكتبت في التعليق بان هذا الفيديو مورا الجلسه، يعني كان هاد الخطوبه كانت من وراء الجلسه. كانوا العائله مجموعين، كان الاخ نجيب، الاخت فاطمه، والعائله مجموعين، والحباب مجموعين، وراه لا يخطي الحباب. داروا الاجواء ديالهم كما كيديروها المغاربه كاملين، داروا التقاليد ديالهم كيف ما كيديروها المغاربه كاملين. ولكن نتوما عزيز عليكم تطيحوا من القيمه ديال هاد العائله. فهنا غادي نقول الاخت راضيه والاخ محمد، حاولوا ما يبقاش فيكم الحال وما تشوفوش في هاد القنوات المنتقده، ما تعرفوهم حتى شنو قالوا، خلوهم ينتقدوا. على الله عسى يخفوا عليكم الذنوب، على الله عسى يخفوا عليكم الذنوب، لان صعيب باش تجلس تاكل في اللحم عباد الله وانتي ما عارفه والو. فلا حول ولا قوه الا بالله. الناس عايشين الحياه ديالهم رغم البساطه والتواضع، عايشين الحياة ديالهم. وتحية لخالته حفيظة. غادي نردوا على الناس اللي قالوا خالته حفيظة كانت كتشطح وتهز الصدر ديالها وما دايره شي وما دايره شي. المهم هذيك مرة كبيرة خصنا نحترموها، يعني في المقام ديال الام ديالنا، طبعا على راسنا وعلى عينينا. وهنا غندير واحد المقارنه بسيطه بين الام بين خالته حفيظه والام ديال صاحب القناه المليونيه. لاله حفيظه دائما كتخرج كترضي على وليداتها. الله يرضى عليكم وليداتي، عمرنا ما سمعناها كتسخط على ولادها. العكس ديال ديك الام الله يهديها وينبهها للاخطاء ديالها، خرجت كتسخط على الابن ديالها على المباشر. خرجت كتسخط على الابن ديالها على المباشر، وما خلات ما قالت وما خلات ما دارت. مؤخرا عاد ما بقاتش كتبان في اليوتيوب. مؤخرا ما بقاتش كتبان في اليوتيوب لان هي ما بقاتش كتبغي تبان في اليوتيوب. ونهار اللي ما بقاتش كتبغي تبان في اليوتيوب، فالابن ديالها اشنو قال؟ قال لا يما ومالك ضرباتك اللقوه، ما بقيتش تهضر ولا ضرباتك اللقوه. ايوا هنا خصنا نعرفوا المنتقدين فين مشاو. كاين شي ابن اللي كيقول للام ديالو واش ضرباتك اللقوه. حنا ما عمرنا سمعنا نجيب كيقول للام ديالو واش ضرباتك اللقوه، ولا راضيه كتقول الام ديالها هاد الهضره، ولا بلال ولا توفيق ولا اي واحد. حتى سمعنا من صاحب القناه المليونيه كيقول الام ديالو واش ضرباتك اللقوه. نهار اللي حطيتها له في الفيديو ضرب لي القناه بالسينيال، يعني ضرب لي الفيديو، طير لي الفيديو. ما كيعجبوش هذا الانسان صحوا له الاغلاط ديالو. كاين شي واحد اللي كيقول الام ديالو واش ضرباتك اللقوه، هذا يعني راه كارثه عظمى.
غادي نرجعوا اللي خرجوا كيقولوا خالته حفيظه كتشطح، هذيك الفرحه مسكينه ديال الابن ديالها. شكون اللي ما كيفرحش بوليداتو؟ انا بغيت غير نسولكم، واش نتوما في المناسبه العائليه ديالكم واش كتبكي ولا شنو؟ بغيت نسولكم بصراحه. كاين شي واحد اللي في المناسبه ما كيشطحش؟ راه ما كاينش شي واحد كنظن في العالم اللي ما كيشطحش في المناسبه العائليه. السيده فرحانه بالابن ديالها، فرحانه بالابن ديالها، الله يكمل عليه بالخير. كلشي كيشطح في المناسبه العائليه، هادشي عادي جدا. نهار اللي خرجت الاخت ديال صاحب القناه المليونيه فاطمه كتشطح وكتغني ودايره بحال عتابو، وتحيه لعتابو، حتى شي واحد مقدر يهضر عليها. طلع عليها فيديو اربح على ظهر اموال طائله، يعلم الله شحال ربح في ديك الفيديو. ودار اختو في المينياتور، دار اختو كتشطح في المينياتور. الهادي والبادي تفرج في اختو، القناه مليونيه، حتى واحد ما هضر عليها وقال لها حشومه علاش كتشطح على المباشر. وراه عندك الحفيده، يعني راه بنتها تزوجت وعندها والده، ان حلال عليهم وحرام على العائله ديال راضيه. حرام على هاد العائله باش تفرح وباش تنشط لها. هاد العائله خاصها تكون عايشه غير في الاحزان، خاصها غير كتبكي وتكون عايشه في المشاكل وفي الاحزان. خصكم تعرفوا هادشي اللي دايز على هاد العائله راه ما يقدر يتحملوا حتى شي واحد، وحتى شي واحد ما يقدر يتحمل هادشي اللي تحملته هاد العائله. فداز عليهم كتير وكتير بزاف. فالحمد لله اللي باقين مساكين صامدين وعايشين الحياه ديالهم، الحمد لله. خليو هاد الناس يخدموا على راسهم، خليو هاد الناس يخدموا على راسهم، وبارك ما تالفوا قصص باش تطلعوا القنوات ديالكم. قال العروسه جامايكا، قال العروسه رياكشن، قال العروسه سيد زوج، الله يجيب له التيسير وما بغاش يبين المراه ديالو، ومن حقه. كتشوفوا بلال بعيد على اليوتيوب، بلال بعيد على اليوتيوب، ما مسوقش كاع اليوتيوب، ما كيلوح فيديو، ما مسوق يوتيوب، ما داير حتى شي حاجه، بعيد على اليوتيوب وما بغاش يبين مرتو، فمن حقه. فاللي عنده شي دليل كيقول جامايكا يحطو، اللي عنده شي دليل كيقول جامايكا يحطو. فديك المره كانت طلعت عندي الاخت راضيه في اللايف ديالي وقالت بان ماشي جامايكا، وبعدوا من بلال وخليوه يعيش الحياه ديالو، وبركه ما تلقيو السلوكه، بركه ما تخيطوا به كحل. سمعتوني يا المنتقدين؟ انا كنهضر عليكم، انا راه مازال كنهضر عليكم باحترام. والعزاز ديالي الله يدير شي تاويل الخير والله ينصر الحق فين ما كاين. هذا هو اللي غادي نقوله، وكان هذا هو التوضيح ديالي، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسوناش من لايك والبارطاج مع الاهل فضلا وليس امرا. والله ينبهنا للعيوب ديالنا، هادشي اللي غادي نقوله، الله ينبهنا للعيوب ديالنا. تحيه لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.